سلام البنات، اليوم غادي نشارك معكم مايونيز نباتي 100% بلا بيض بلا حليب، بجوج مكونات كاينين في كل بيت. الطريقه ديالو سهله بزاف وكيجي لذيذ احسن من المايونيز الجاهز اللي كنشريو. نباتي 100% كما قلت لكم، ما فيهش البيض ما فيهش الحليب. الطريقه ديالو راه سهله، كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر وتجربوا الوصفه، راه سهله. والمكون الرئيسي ديال هذا المايونيز ديالنا هو اللفت. راه كيجي به هاد المايونيز لذيذ وكيجي زوين، والمذاق ديالو راه ما كيجيش المذاق ديال اللفت يعني طاغي ولا كيجي خايب، راه كيجي زوين. هاد اللفت راه حلوه يعني كتكون المذاق ديالها زوين في هاد الوقت، هذا هو الوقت ديالها فاش كتحفر هاد اللفت. كنتمنى تجربوا الوصفه. كما كتشوفوا عندي هنا جوج حبات ديال اللفت، ما كبرتش بزاف، موينات. غادي نحطهم يتسلقوا، بعد ما سلقتهم غادي نقشرهم كما كتشوفوا. انا فايت لي حطيت لكم في القناه جوج انواع تقريبا ديال المايونيز ديال الشيفلور والمايونيز بلا بيض. انا غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف، غادي نحط لكم الرابط ديالهم اللي بغى يدخل يشوفهم وجربوا حتى هاد الطريقه ديال اللفت راه كيجي بها زوين. كما كتشوفوا جوج حبات ديال اللفت غادي نقشرهم وغادي نحطهم في الكاس ديال الخلاط. نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا، يعني غادي بغيتو توجدوا كميه كثيره ولا قليله على حسب الرغبه ديالكم نتوما. هنايا كما شفتوا قطعت هذيك اللفت وغادي نزيد عليها نص كاس صغير ديال الزيت. شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه بودره. باش ديروا الثومه العاديه ديروها، ديروا منها غير شويه. الملح على حسب الذوق. العصير شويه ديال العصير ديال الحامض، تقريبا واحد المعلقه صغيره، ولا الخل اللي متوفر عندكم. صافي وغادي نطحن مزيان هاد المكونات كاملين كما كتشوفوا. غادي نطحنهم حتى طحن مزيان. هاد اللفت ضروري تخليوها طيب مزيان باش تطحن لينا مزيان. كما كتشوفوا غادي نبقى نطحن حتى تطحن ليا هاد اللفت مزيان مع هاد المكونات الزيت وهاد العصير ديال الحامض وهاد التوابل. صافي وغادي نقدموا سميتو ديالنا المايونيز ديالنا بالصحه والراحه. حطوه في الثلاجه حتى يبرد وقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم، وما تنساوش نفضلكم ديروا لايك واشتركوا في القناه. مرحبا بكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعه. وهذا هو المايونيز ديالنا، هذا هو الشكل ديالو، هذا هو القوام ديالو. باقي غادي يزيد يختار اكثر من نحطوه في الثلاجه يبرد. بصحتكم وراحتكم.